انا فعلا لمست الاحساس ده، ان الطينه قريبه جدا جدا من كل الناس. مفيش خامه ساوت 1 في المليون من احساسي وانا بلمس الطينه. أنا اسمي عبد الفتاح شملول، خزاف مصري من طين مصر، واخترت الطين بالتحديد زي ما انتم شايفين كده اهو. أنا فضولي قوي، لما باجي أعمل حاجة في الأتيليه بتاعي بحاول أعملها زي ما أنا عايز، بالطريقة اللي تتوافق مع أفكاري، مع طينتي، مع فازاتي، مع عيلتي. يعني بعتبرهم، يعني مش عارف في حد فكر في ده قبل كده ولا لأ، بس أفتكر أكيد خزافين كتير من اللي هم حققوا حاجة تذكر كانوا بيعملوا كده، اللي هو كل تفصيلة تخص، طالما المعدة تخص الشغل فبيحاول اما انه يعملها بايده او يجيب الصنايعي او المتخصص، بس بيبقى واقف فوق دماغه اللي هي كده اللي هي كده اللي هي كده. انا عايز اوصل ليه؟ بحكم اني بمد ايدي او في الحاجات دي كلها كخامه خشب كحديد او بتاع، بحكم ان انا عايز اعمل ادواتي، فلمست خامات كتير. لا يا جماعه، ما فيش خامه ساوت 1 في المليون من احساسي وانا بلمس الطينه. حضرتك بقالك في المجال ده قد ايه؟ يعني ما يقارب من 20 سنه. ليه الفيوم؟ يعني انا عارفه ان حضرتك مش من الفيوم، حضرتك قررت انه هتسيب القاهره وخلاص. القرار كان قد ايه صعب وسهل، وجي بعد وقت قد ايه كفكري يعني، واشمعنى اخترت الفيوم؟ يعني اللي هو ليه الفيوم؟ كانت فيه اسباب كتير، بس طبعا رقم واحد هو الهدوء، ودايما الفنانين بتسعى للاماكن اللي هي فيها الهدوء والطبيعه، مكان تقدر باقل الامكانيات تعمل الاتيليه بتاعك او مكانك، الوسع، المساحات، في احساس بجد، في احساس بالحريه اكتر. والانسان الفنان بالتحديد لو ما حسش بالحريه، احساس الحريه عايز اقول هو الطاقه والوقود اللي بيديله ان هو يبدع اكتر ويشتغل اكتر. بعتبر لحظه اليقظه دي اللي هي بتاعت الصبح، بحس انها سير الافكار اللي بيبقى فعلا بادئ بيه الفنان، بيبقى بادئ بيه يوم. طاقتي كلها اصبحت موجهه للعمل الفني. الفيوم او تونس بالتحديد حسيت فيها ان طاقتي كلها مدخره للاعمال، ما اصبحش فيها طاقه مهدره، ما اصبحش فيها وقت مهدر، كل حاجه جنب الثانيه، كل حاجه في مكان واحد. الاعمال بتاعت حضرتك مستوحاه من ايه؟ الاعمال بتاعتي مستوحاه من ايه؟ يعني رقم واحد بالنسبه للفنان الطبيعه، كانت اول حاجه استوحيت منها كانت البراكين. بعد كده بقيت اللي هي ساعه الغروب او الغروب، بس اللي هي في سحب، اللي هي الشفق، لما بيبقى السحاب احمر برتقاني والتداخل اللي فيه، كان اكيد رسمت ده كله بسهوله. يعني الرسم امكانياته، البينتنج امكانياته اكتر، خلط الالوان بتقدري توصلي. الخزف فيه مشاكل تقنيه، في حاجات تمنع ان انت تطلعي كل الابداعات اللي بتفكري، مش كل فكره تفكري فيها في الخزف تطبيقها هيبقى سهل عشان الامكانيات، الالوان الالوان بتتعرض لنار وحريق، فليها تفاصيلها وليها ظروفها. يعني وصلنا لده ازاي او ايه السر اللي ورا الموضوع؟ انا عايز اقول التجربه، وعايز اقول رقم 2 الموهبه، ولو اقول رقم 1 الموهبه ثم التجربه، انا بجد مش قادر اقدم مين على مين، بس كل اللي اقدر اقوله ان هو لازم الاثنين، هتحقق اي حاجه وابعد مما انت تتخيل. هو اولا انا بعد ما عملت التجربه بتاعت الفخار، طبعا خدت الشوط اللي هقول طويل نسبيا وقصير من وجهه نظر الخزافين، بحيث ان انا ابقى خزاف اظهر على الساحه. كانوا شايفين ان هو شوط قصير جدا. الله يرحمه الدكتور قادري، وكيل كليه فنون تطبيقيه، رئيس قسم الخزف الاسبق، كان بيقول صناعه خزاف عادي بتجربه خزاف متمكن من ادواته، مش محقق خطوه ابعد. ده بيستغرق 20 سنه و40 سنه، في ناس ما حققتش ده. فكون ده يتحقق، على فكره كان الرقم، هقول الرقم دلوقتي، ده يتحقق وخزاف يظهر في 3 سنين، فكانت انا كنت شايف ان ال3 سنين ده انا عملت كتير يعني. لا انا قعدت كتير قوي، انا قعدت كتير قوي. ده كانوا بشهادتهم بيقولوا ده ما حصلش قبل كده. الغريب بقى ان معروف اني علمت نفسي بنفسي. تقدر توصف الفن بتاع حضرتك بايه؟ لا الاوصاف كتير، بس الاتجاه اللي راح بالخزف في حتة تانية بعيدا عن ان هو كفن او كحرفة، ان هو كان بيتعمل للاستخدام اليومي لحياة الانسان. ليه هنقول النقلة دي حصلت امتى؟ من اناء للاستخدام بس، وابتدى يبقى تحفة فنية او قطعة فنية يقتنيها كمان مش اي حد. النقلة دي ممكن تكون تخطت 2000 سنة. بجانب ان حضرتك بتعمل الاعمال الفنية دي، بتدرس وعملت مكان للتدريس، وبيجي لك طلاب من دول اخرى او حضرتك بتروح تدرس في دول اخرى. الموضوع ما بقاش بس تطلع بالاعمال الفنيه، ده حضرتك عايز تنشر الاعمال الفكر او الاتجاه او الطريقه اللي حضرتك وصلت لها. كان في المفتاح فعلا، وناس كتير خبطت على مفتاح ان هو يخش الخزف
من باب سهل، من باب حد ينقل له الموضوع بجد وبسهوله وعن تجربه واضحه. ده ليه سبب ان انا مؤمن ان الهديه او المنحه، مؤمن انها لا بتتسرق ولا تنتقص ولا هتنقص ولا اي حاجه خالص. فاللي ما بينقلش بيبقى عنده مجرد معلومتين ومجرد حرفه، ودول فعلا اذا اتنقلوا من الملقي للمتلقي هيتساووا في ايام. اما لما تكون هي منحه ففي شيء محفوظ لصاحبه مش هينقص مهما ادى منه، كانه بينور ضوء انما بس الكشاف في ايدي وبتاعي. كل الحكايه ان بينور لك ممكن تاخد السكه دي، السكه دي، ولا حد هيتساوى معاه الا اللي هو عنده نفس الموهبه والهبه الالهيه من الاساس، مش انا اللي نقلتها له. فدي مالهاش علاقه بيها. ففي الحاله دي مش هيقول ايه ده لولا ان انا اديته ما كانش نافسني. لا، انت اديته ما اديتهوش هو هينافسك، يعني هينافسك لان هو جاي. فمن الافضل ان انت احتضنته، على الاقل في الاخر هيتقال عليه تلميذك. ايوه، رغم ان ونجاح كبير من نجاحه هيتنسب لك رغم انها مش حقيقه. نجاحه بتاعه فعلا. يعني استاذ فتاح، احنا مش عايزين نطول عليك اكتر من كده. احنا انبسطنا جدا ومبسوطين جدا جدا انه يعني احنا عدينا هنا وشفنا المكان واتفرجنا على القطع النادره دي او الفنيه العظيمه دي، والقصه الملهمه جدا يعني من كل الاتجاهات. ونشكرك جدا جدا جدا. انا متشكر جدا والله، وانا اللي سعدت باللقاء والله نورتوني.